أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: سر منع الجابون الحوت من المارش والرحلة الغامضة لإطعام الفقراء بسمك المرسى. قبل ما نبدأ في التفاصيل ما تنسوش بالفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما كل جديد. عبد الإله بائع سمك مغربي استطاع أن يحقق شهرة واسعة وشعبية كبيرة بين المواطنين، معتمدا على فلسفة بسيطة قامت على القناعة والأسعار المعقولة في وقت ارتفعت فيه أسعار الأسماك بشكل كبير. وقال عبد الإله في تصريح: سر ديال الإقبال هو الاجتهاد، ولكل مجتهد نصيب. شرح أنه بذل جهدا كبيرا للحصول على السمك الجيد بأسعار معقولة، متنقلا بين مختلف الموانئ المغربية من آسفي للدار البيضاء والصويرة وأكادير. ما ميز عبد الإله عن غيرهم من الباعة كان قناعته بهامش ربح بسيط، قائلا في هذا الصدد: تندي درهم حلام طيب ديالي قانا به. بينما باع الآخرون السرديل ب20 درهم، اختار عبد الإله بيعه ب5 دراهم فقط. وبينما بيع الكروفيت في السوق ب120 درهم، باعه ب70 درهما على حد تعبيره. ويرى عبد الإله أن سبب ارتفاع أسعار السمك في الأسواق المغربية كان الطمع، موضحا سبب الغلاء كان السبب الرئيسي هو الطمع. وعبر عبد الإله أن هذه الفلسفة في البيع جعلته حسب وصفه محل حسد من المنافسين، ودفعتهم لمحاولة إقصائه من السوق، لكنه وجد دعما من أصحاب القوارب الكبار ومن المواطنين الذين قدروا جهودها في توفير السمك بأسعار معقولة على حد قوله. رغم الصعوبات استطاع عبد الإله بناء شعبية كبيرة حتى أصبح الناس يقفون في طوابير طويلة لشراء السمك منه، وتحول إلى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي. قال بفخر: البارح في الدار البيضاء لقيت العائلات واقفين تيتسناو بغاو يتصوروا معايا. وأضاف: الحمد لله على نعمة مواقع التواصل الاجتماعي التي فضحت وعرت صورة من كان يرى أنه ملاك ولكنه ما أخفى كان أعظم. رأى عبد الإله أن المغرب بلد الخير، وأن الدولة وفرت الثروة السمكية للجميع، وأمل أن تستمر وفرة السمك خلال شهر رمضان. ردد بتفاؤل: السمك للجميع، للفقير وللغني. واختتم تصريحه بالإشارة إلى أهمية الجودة في عمله، مؤكدا أن ما قدمه من السمك كان ذا جودة عالية، وأن قناعة بربح بسيط لم تعني تضحية بجودة المنتج. وفي عالم سادته المنافسة والسعي وراء الربح السريع، قدم عبد الإله نموذجا مختلفا قام على القناعة والعمل الجاد، مما جعله محط إعجاب وتقدير من المواطنين المغاربة.